ده بجد ازاي تعرض للاطفال. اللي مش عارف الفيلم ده او مش عارف يعني ايه القصه ليه بيقول عليه كده، انا هشرح لكم القصه دلوقتي عشان اقول لكم ليه مش مناسب للاطفال في رايي. قصة الفيلم ان في اب وام مش بيحبوا اطفالهم ومش مهتمين بيهم، يعني هم لو يطولوا يرموهم هيرموهم عادي، ما عندهمش مشكلة، مش مهتمين اصلا. فالاطفال دول في يوم بيلاقوا طفلة على باب البيت، فاختهم بتقرر ان احنا نتبنى الطفلة دي ونربيها، بس الاخ الكبير بيقول لا، لان هم اصلا اهلنا مش طايقيننا احنا عشان يجيبوا لهم طفلة تانية ما نعرفهاش من بره. فهي لا بتصر ان هي تربيها، بس الاهالي بيعرفوا ان في البنت دي موجودة، قالوا لهم انتوا لو ما ربيتوش البنت دي احنا هنرميكم معاها، يلا احنا كده كده مش عايزينكم، يلا غوروا في داهية. ما بيبقوش عارفين يحطوا البنت دي فين ولا يعملوا فيها ايه، ومش عايزين يرموها في الشارع. فالاخ الكبير بيفتكر ان في مكان كده تقريبا كان مصنع حلويات، في واحد كبير كده ما عندوش حد وعايش في المكان ده، فهم قرروا ان هم يحطوا البنت دي هناك ويخبطوا على الباب عشان هو يلاقي الطفله بقى ويتصرف معاها يربيها هو. ففعلا هم عملوا كده وحطوها على الباب وسابوها، والراجل اخدها. فهم ماشيين بعد ما سابوا البنت فكروا في فكره، ليه ما نبقاش ايتام احنا كمان؟ لا بجد مش بهزر، هم فكروا في كده. فقالوا ازاي هنبقى ايتام وهم اهلنا موجودين، يعني مش هينفع. ففكروا في فكره ان هم يخلصوا منهم. الرحله دي لقوا بتاع كده رحله كتب عليها ممنوع اصطحاب الاطفال عشان ما ياخدوهمش معاهم، وكده كده اصلا ما هيصدقوا يخلصوا منهم. عملوا الرحله دي في اخطر اماكن في العالم، اللي هي الاماكن اللي هو كل مكان اخطر من اللي قبله، عشان لو نجوا من مكان ما ينجوش من المكان التاني. وفعلا اهلهم اول ما بيشوفوا الورقه بيتخدعوا بجد ويروحوا بجد يعملوا رحله ويروحوا بجد هناك ويسيبوهم بقى في البيت لوحدهم. هم افتكروا بقى ايه الاطفال ان البيت ده بقى لوحدهم، بقى هم يقدروا يعيشوا ويعملوا اللي هم عايزينه فيه. اتفاجئوا في المشكله ان هم اطفال ومش هيعرفوا يطبخوا ولا يعملوا حاجه لنفسهم، لانهم اطفال عمرهم ما عملوا حاجه زي كده. فهم بيفكروا هيعتمدوا على نفسهم ازاي او هيدبروا موضوع البيت ازاي، ومش عارفين لا هيطبخوا ازاي ولا هينضفوا ازاي، ولا مش عارفين يعملوا اي حاجه لانهم اطفال اصلا، يعني اطفال مش عارفوا يعملوا اي حاجه. واخ الكبير عامل نفسه فيلسوف ان هو المسؤول عن البيت وهو اللي بيدبر امور البيت، وهو اصلا مش عارف حتى ازاي يجيب لهم اكل يعني او يرتب البيت اصلا، او مش عارف يعمل ايه. اتفاجئوا مره واحده ان في واحده غريبه جت البيت، عشان بقى يعرفوا ان دي جليسه ابوهم وامهم جابوها عشان ايه تدبر امورهم يعني وتاخد بالهم منهم. هتقولوا اه ده اهلهم جابوا لهم جليسه عشان تاخد بالها من العيال، لا هم مش جايبين جليسه تاخد بالها من العيال، لا هي عشان تاخد بالها من البيت، عشان خايفين يكسروا لهم عفش البيت ويبوظوا لهم البيت الجميل بتاعهم، مش عشان العيال خالص. جليسه هي فاكره ان هو جايبينها علشان تدبر امور الاطفال وتاخد بالها منهم، ما تعرفش بقى اللي هيحصل بعد كده. فهي قالت لهم بصوا انا هعمل لكم اكل، وابتدت تاكلهم وتنظف البيت وتبقى مسؤوله عنهم. وهم في البدايه ما كانوش متقبلينها وخايفين منها ان هي تكون زي ابوهم وامهم، بس هي طلعت طيبه وابتدوا ياخدوا عليها يحبوها يعني. قالوا للجليسه ان هم لقوا طفله، والطفله دي رموها عند باب واحد مصنع هم ما يعرفوهوش اصلا. فهي قالت لهم انتوا ازاي عملتوا كده وازاي ترموا الطفله؟ فهي راحت عشان تشوف الطفله، لقت الطفله الراجل عمال يربيها، بس هي لاحظت ان هو ما بيعرفش يربي الاطفال لان هو ما كانش عنده اطفال قبل كده. فهي قعدت تقول له نصيحه وايه الاكل الصحي اللي هو ياكله لها وان هو يعمل لها ايه، وفعلا ابتدت ايه تبقى كويسه، وفعلا الاطفال كلهم حبوها، والاخ الكبير كمان اللي ما كانش طايقها في البدايه حبها، والقصه بقت جميله لحد ما جت المكالمه اللي غيرت كل حاجه. المكالمه دي كانت بتقول احنا هنبيع البيت. ايه اللي هنبيع البيت؟ ان اب والام بعد ما عدوا كل المخاطر دي والرحله دي كلهم عايزين يفضلوا عايشين في الرحله الجميله اللي هم فيها دي وطز في العيال. فبعتوا رساله للجليسه وقالوا لها اتصرفي في العيال دول ارميهم ولا شوفي هتعملي ايه عشان احنا هنبيع البيت. عرفت ليه بقول لكم ما جابوش الجليسه عشانهم؟ يعني جابوها عشان البيت. اتمنى تكونوا فهمتم. فالجليسه دي بتقول لهم خلاص والاطفال دول سيبوا لي انا موضوعهم، انا هعرف اتصرف فيهم. الطفل بيروح يوري المكالمه، وطبعا مش بيوريهم كان الكلام اللي كان موجود فيها، لا هو قاعد يخترع ان الست دي شريره وقال لهم دي هي هترمينا ومش عارف ايه. فهم قرروا يعملوا المستحيل عشان يطفشوا الناس اللي هتيجي تشتري منهم البيت. كانوش يعرفوا ان اصلا الجليسه ساعدتهم هي كمان، وكانت بتحاول تبعد الناس عنهم. فلما الاطفال قالوا لها انت شريره كنت بتتفقي مع ابونا وامنا ان انت ترمينا، قالت لهم لا انا ما قلتش كده. واكتشفوا ان اخوهم الكبير يعني هي فهم الكلام بطريقه غلط وقالها بطريقه شريره عشان يخوفهم يعني. بس في النهايه خلاص الاطفال دول اتاخدوا في مكان تاني وكل طفل بقى لوحده، والجليسه كمان بعدت عنهم لحد ما الجليسه راحت للاخ الكبير وقالت له انت لازم ترجع اخواتك تاني وما تستسلمش. وايه هي اتنكرت هناك يعني ودخلت وقالت له يعني ما تستسلمش ويلا بينا عشان ناخدهم، وهربتهم من المكان وهربت اخواته وراحوا للمصنع بتاع الراجل ده، وقعدوا يقولوا له احنا هنعمل ايه. فقالوا لهم انتوا الحل الوحيد انتوا تجيبوا ابوكم وامكم، انتوا مش هتفضلوا طول عمركم عايشين كده وابوكم وامكم عايشين، روحوا جيبوهم وكلموهم على اللي هم بيعملوه ده وقولوا لهم ان اللي بيعملوه ده غلط. فالجليسه والراجل ما بقوش عارفين هيعملوا ايه ولسه بيفكروا، فهم حسوا بالذنب ان دي غلطتهم وقرروا ان هم يروحوا لاعلى جبل اللي هو الجبل اللي مفيش حد بيرجع منه عشان بسبب بروده الجو اللي فيه ناس بتتجمد فوق يعني. فهم قرروا يروحوا يرجعوا اهلهم.
ولما راحوا لقوا ان اهاليهم بجد ابتدت تتجمد، يعني ابتدوا خلاص هيتجمدوا، فهم خلاص انقذوهم وقالوا لهم احنا عملنا كده بسبب معاملتكم القاسيه وان انتم ما كنتوش بتحبونا، وده كل الكلام الجميل اللي ملوش لازمه في النهايه خالص. الاهل قالوا يا ده احنا كنا قاسيين عليكم قوي واحنا عاملكم كويس ومش عارف ايه، والكلام ده كله ملوش لازمه، واخدوا الدفايات اللي هم كانوا جايبينها عشان ما يتجمدوش وينقذوا اهاليهم وسابوهم هما من غير دفايات ومن غير اي حاجه. وفي النهايه خلاص كانوا هيتجمدوا لولا ان الجليسه والراجل لقوهم وقالوا لهم على التصرف اللي اهاليهم عملوه فيهم. فالراجل الكبير بقى والجليسه عمالين يفكروا هيعملوا ايه في الاطفال دي، قالوا لهم ايه رايكم انتوا تبقوا عيلتنا بنونا واحنا نعيش معاكم نبقى كلنا عيله. ففعلا الفكره عجبتهم، بقوا عيله في النهايه، ودي النهايه السعيده. حد هيقول لي ايه اللي حصل للاهل؟ الاهل بقى هم عمالين يتكلموا بقى ان هم مبسوطين بالمغامره ومش مهم عيالهم اللي كانوا هناك. حد هيقول لي طيب ايه اللي حصل للاهل؟ الاهل بقى هم مبسوطين بالمغامره وحياه سعيده وكل حاجه، ومش هممهم الاطفال، ومش هممهم اصلا ان هو باعوا بيتهم وكل ده مش مهم، ان هما الاتنين يبقوا مع بعض في المحيط وسعيدين قوي مع بعض. في قرش تقريبا اكلهم وما اعرفش بعد كده إيه اللي حصل لهم. اوكي، هدف الفيلم ان هو يقول ان لو انت مثلا اهلك اشرار وقاسيين زي اللي في الفيلم، اكيد بره هتلاقي ناس تحبك، وفي ناس كتير بره طيبين، مش كل الناس زي باباك ومامتك الوحشين. وبرضه هدف الفيلم ان هو يقول حاجه تانية، ان مش لازم الحب دايما يبقى مربوط بالعيله، يعني مش لازم مثلا ان هو ممكن حد مثلا مش اهلك او ما يعرفكش اصلا يربيك ويحسسك ان انت بجد من اهله وانت اصلا مش من اهله. ان هو العيله مش لازم تكون ان هو ابوك وامك، ممكن تبقى عيله من ناس تانية بالحب والتربيه. هو ده هدف الفيلم. ليه انا بقول عليه مش مناسب للاطفال؟ يعني لو انت سمعت الفيديو كله وسمعت يعني هدف الفيلم، اكيد هتفهم ان الفيلم ده مش مناسب خالص للاطفال. ليه؟ اولا الفيلم قصته عميقة زي ما انا قلت، ان هو الهدف الاساسي يعني ان هو الحب مش مربوط بالعيلة، ممكن ناس تانية تربيك وتحسسك ان انت من عيلتهم، والحب يعني اكيد في ناس بتحبك وناس طيبين وكده، والقصة دي صعبة اوي ان الاطفال يفهموها. وده ينقلنا للنقطة التانية. النقطة التانية ان هما لما لقوا اهلهم قاسيين قرروا ان هما ايتام ويخلصوا من اهلهم. يعني انتوا فاهمين الفكرة دي ازاي حد اطفال يشوفوها؟ فكرة مش لطيفة. يعني ايه الذكاء الخارق ده؟ الاطفال لما يشوفوا فكرة مش هيفهموا قصة الفيلم، بس ممكن يقلدوا الحاجات اللي في الكرتون. فالقصة دي حاسة ان هي مش لطيفة ان هي كانت تتعرض للاطفال. وده رأيي، شاركوني رأيكم. شكرا، باي باي.